السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم قماش الركنة الثابتة اللي هي القاعدة الثابتة، وهيبقى الظهر شلت متحركة. هوريكم القماش بتاع القاعدة الثابتة بيتخيط ازاي. هو طبعا متفصل، ودي التفصيلة كلها، ده القماش كله اللي هيتخيط على المكنة دلوقتي. طبعا الرصة كلها بتتلف مع بعضها كده عشان ايه؟ ما تتنطرش من بعض. تمام. انا هفك دلوقتي وهوريكم القماش بيتحدد عليه المقاسات ازاي، وهنبتدي فيه شغل ازاي. القماش اللي معايا ده قماش كتان. طبعا احنا لما بنيجي نفصل بناخد طول وعرض القطعة بتاعة الركنة اللي هيتعمل عليها القماش دوت، وبنسيب زيادة عشان التدبيس، وبنسيب زيادة في العرض عشان الخياطة. الخياطة دي هيبقى فيه خياطة على وش القماش بالطول وبالعرض عشان تطلع لي مربعات. وناخد بقى القماش على المكان نخيطه ونرجع نوريهولكوا تاني. ده كده القماش بعد ما اتخيط. بصوا، اخد خطين بالطول، بطول القماشة دي اخد خطين ما بينهم 22 سنتي، واخد حوالي 6 خطوط بالعرض، الخطوط اللي احنا بنقول عليها دي. ماشي. ما بين الخط والتاني حوالي 27 سنتي. طبعا المقاسات دي بتتحدد على حسب مقاس الكنبة بتاعتي او الركنة بتاعتي اللي هحط عليها القماشة. ناخد طول وعرض القطعة الخشب زي ما قلنا، وبنقسمها على المربعات دي، ونشوف هتطلع معانا كام مربع، اللي هي خطوط بالطول وخطوط بالعرض عشان تديني المربعات دي. هنا بقى المكان اللي بيتقابل فيه الخط الطول وخط العرض بيبقى فيه نغزة في المكان ده، زي ما انتم شايفين كده. كل مكان فيه تقابل الخطين كده بيبقى فيه نغزة في المكان ده. طبعا كل دوت هتشوفوه معانا ساعة التنجيد. كده كله اتخيط معانا. طبعا انا عندي كل قطعة قماش من دي بتبقى مقاسات المربعات فيها مختلفة سنتيات يعني عن القماشة التانية. تمام. والمقاسات اللي انا بقول عليها، انا بقول على مقاس الشغل اللي انا شغالة فيه حاليا، مش بتكلم مقاسات بصفة عامة على كل الشغل، لان زي ما قلت كل طقم ليه مقاساته، وكل حاجة بتتعمل على حسب مقاس الطول والعرض بتاعها. يعني المقاسات دي ما ينفعش تطبق على كل الشغل. القطعة بقى اللي هيتحط عليها القماش ديت بيبقى مشدود عليها استك ومتقفل الفتحات بتاعتها بقماش، وبعد كده بتتحط السفنج بتاعنا اللي هي المرتبة السفنج، وفوقيها طبقة فايبر رول، وبعد كده بيتحط عليها القماش دوت. بيتشد كويس على الركنة او على الخشب اللي هيتحط عليه، بيتشد كويس قوي من الاربع جهات، وفي الاخر خالص بيتعمل النغز في الخطوط دي زي ما قلت لكم. في كل مكان فيه العلامة دي بيتعمل فيها نغزة. في التنجيد ان شاء الله هصور لكم وهتشوفوا معانا باذن الله الفيديو، والقماش ده مشدود عليه ومعمول النغز بتاعته. تابعونا. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.